تمام، مثلا هتلاقي استنى انا عايز اطلع من الزوم. هتلاقي الحته اليمين دي اصغر من الحته الشمال. ليه؟ عشان لما تيجي هنا في المظهر البيض هتلاقي البنك بتاعها الحته اللي تحت دي اصغر من الحته اللي فوق. فلما تيجي تركبيها تبقى انت عارفه تركبيها بانهي زاويه او بانهي اتجاه. عندنا ده مدخل ال 18 بن. ده بياخد من الباور سبلاي. بالمناسبه الباور سبلاي ده يعتبر بيت البيت بتاع الكهرباء اللي الكمبيوتر ما ياخد منه الطاقه بتاعته. يعني مثلا انا لو عايز اشحن الموبايل بتاعي، هل هاخد اليو اس بي سي بتاعت الموبايل واحطها في فيشه كهرباء او على طول او في الحيطه على طول، ولا لازم اجيب لها حاجه اسمها راس شاحن اوصل فيها اليو اس بي سي وبيكون طالع منها الحته اللي بتخش في الحيطه؟ يعتبر ده بالظبط. انت مش هينفع توصل الكمبيوتر بالحيطه على طول او بالكهرباء اللي طالعه من الحيطه على طول. فبيبقى فيه حاجه اسمها سي بي يو، دي اللي بتوصل الطاقه للجهاز كله. وده يعتبر اي مشكله فيه ممكن تؤدي ان الجهاز بتاعك كله يتفرقع او يحصل له مشكله لا قدر الله. فمدخل ال 18 بن ده هو يعتبر اللي بيدي المظهر بورد وبيدي المعالج وبيدي الرامات وبيدي كل ده الطاقه. وبيبقى في برضه في معظم يعني مثلا عندك كارت الشاشه بيبقى متوصل بالمظهر بورد وبرضه بياخد مدخل 6 بن لوحده من من معلش من الباور سبلاي. اهي شايفين؟ استنى عايز اعمل له زوم. شايفين الحته دي اللي هي السلك الكبير اللي طالع منه ده؟ مش عارف اعلم عليه اهو. ده ال 18 بن ده اللي بيتوصل بالمذر بورد. هتلاقي تحت في حته 4 وهتلاقي في 2 وهتلاقي في 4. كل ده بيبقى معمول له فتحات في المذر بورد عشان يعرف يدي الطاقه الكافيه للجهاز. هتلاقي اهي هنا مثلا ال 18 بن، هتلاقي هنا ال 8 بن، هتلاقي هنا ده اللي بياخد برضه من السي بي يو او ده اللي بيدي محمد استنى محمد، في واحدة شاهد بتسأل ايه هي الرماد. ايه هي الرامات؟ حلو السؤال. ماشي، ثانية فين الصورة بتاعتها؟ ثانية واحد فين اهي. دي هي الرامات. يعني ايه رامات؟ دلوقتي احنا عندنا السي بي يو اللي هو عقل الجهاز. تمام. تمام. عقل الجهاز بيعمل ايه؟ بياخد منك الاوامر. يعني انت مثلا برنامج عايز تفتحه، انت شايف البرنامج كانه قدامك ايقونه، بس هو في عقل السي بي يو مش ايقونه، عباره عن اكواد. او يعني دي حته مش عايزين نخشها دلوقتي، بس بيبقى عباره عن رموز او اكواد. مش شايف الصوره اللي انت شايفها؟ ودي مهمه كارت الشاشه، ان هو يطلع لك صوره، فهو مش شايفها كصوره. فبيعمل ايه؟ انا دخلت في حته المعالج عشان اوصل لك حته الرامات، فانا دلوقتي مش بتكلم في رامات. فالمعالج بيعمل ايه؟ فبياخد الامر منك ويطلعه لك. المعالج كل ما كان اقوى كل ما البتاع يبقى اسرع، صح؟ هو نفس حوار الرامات. الرامات دي من غيرها الكمبيوتر مش هيشتغل. هو يعتبر بيساعد المعالج او هو اللي بيسرع الجهاز نفسه ان هو يشتغل بسرعه. من غيره الجهاز مش هيشتغل. زي الموبايل بالظبط. الموبايل بيكون فيه رامات. الرامات دي كل ما زادت كل ما الموبايل كان اسرع، كل ما تتصفحي في البرامج اكتر. مثلا لو قفلتي برنامج وسبتيه ممكن ترجعي له على حسب بقى رامات. يعني مثلا لو رامات 4 مثلا أو 3، ممكن 5 دقايق لو أنت قفلت البرنامج 5 دقايق لو جيتي تدخلي يفتحوا لك من أول وجديد. إنما مثلا لو عندك رامات عالية زي رامات 8 مثلا أو رامات 12، ممكن تفتحي البرنامج تخشي عليه تلاقيه زي ما هو في نفس المكان اللي أنت وقفتي فيه بالظبط. ده في الموبايل. عندك برضه في الكمبيوتر. يعني انتوا لو شايفين، بصوا انا فاتح كام تابة فوق. شايفين كل دي لو انا بستعمل رامات قليله او رامات مش عاليه انا الجهاز هيقفل مني، هيبقى او يقفل، لان هيقول لي الكاش بقول لك يا بتاع. محمد معلش ثواني، طب اقفل النوتيفيكيشن عندك بس عشان ايه بتعلق جامد. تمام. في حد بتقول لك يعني لو الرامات دي كويسة لو جبت تفتح البرنامج يفتح بسرعة، اه يا شادي يفتح بسرعة. او كل خلاص ما خلينا الرامات في بقت أعلى الموبايل. بقى يبقى حلو. هي نفس الصوره صح كده؟ ايوه بالظبط. مثلا انت فتحتي دلوقتي فيسبوك، وقفتي قدام بوست معين وقفلتي البرنامج، خليتيه مثلا تحت، ما قفلتيهوش خالص، سبتيه وفتحتي برنامج تاني. لو الرامات عاليه هترجعي تلاقيه في نفس المكان. تمام. لو البرنامج 3 برنامج 4 دي تعتبر قليلة، هترجعي تلاقي برنامج فتح من أول وجديد.
في الكمبيوتر عندنا لازم الرامات تكون قوية عشان تعرفي تعملي كل اللي انت عايزاه، وتعرفي يعني تفتحي كذا حاجة مع بعض، تفتحوا بسرعة. زي ما قلت لكم بصوا انا فاتحين كام تابة فوق عشان شغلي وعشان اوريكم الشغل وعشان فاهمين. فمن غير رامات عالية مش هتعرف تفتح كل ده كده. ده كل اللي في الرامات. حاجة تانية مش فاهمينها؟ لا تمام كده. طب والباقي يا شباب كده شاهد تمام؟ الباقي افتح المايك او اكتب في الشات. تمام محمود. تمام. تمام ماشي. ثانية، وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد السي بي يو. قلنا ايه في السي بي يو؟ الباور سبلاي. الباور سبلاي زي ما قلنا هو اللي بيوصل الطاقة للكمبيوتر كله. ما ينفعش اخد الكيسة واوصلها في الحيطة على طول، لازم الباور سبلاي ده يكون موجود. عشان يعني مثلا تعالوا نعتبر ان احنا مثلا احنا كناس عاديين، مثلا قطع جوه الكمبيوتر. فمثلا فلان عايز مثلا كمية عايز مثلا 50 واط، التاني ده عايز مثلا 60 واط، عايز مثلا الرامات مثلا عايزة 30 واط، المعالج عايز 100 واط، الكارت الشاشة عايز 70 واط. انت لما تدخل الكيسة في الحيطة هل هتعرف من غير يعني كده كده الكيسة انت لو وصلتها بفيشة في الحيطة هتشتغل لان جواها باور سبلاي. انا بقول لو الباور سبلاي ده مش موجود، يعني لو يعني حطينا كل حاجة في المذر بورد وجينا نوصل المذر بورد بالكهرباء على طول من غير ما يكون في باور سبلاي، الجهاز مش هيفتح، ولو فتح هيفرقع منك. ليه؟ لان الكهرباء اللي طالعه لك من الحيطه آه يا ريت تعيد معلش، انا من اول دلوقتي شرحك للبنات بدات اسمع معلش. طيب ماشي يا شهد، هعيد لك برضه من الاول تمام، بس هخلص حته الباور سبلاي وهنعيد تاني. آه قلنا ايه؟ انت مثلا لو حطيت القطع اللي احنا قلناها دي في المذر بورد ووصلتها بالحيطه هتفرقع منك او ما تفتحش خالص. ليه هتفرقع منك؟ لان الكهرباء اللي جايه لك من الشقه او جايه لك من كوبس الحيطه مش هتعرف ده عايز قد ايه وده عايز قد ايه وده عايز قد ايه. هتدي ممكن تدي يعني مثلا لو كهرباء البيت مثلا 240 واط، فهي هتطلع ال 240 عندها 100 واط، هتطلع ال 100 اللي عندهم كلهم. مش هيبقى فيه يعني مش هيدي كل قطعه اللي هو عايزها. الباور سبلاي بقى بيعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، في مدخل ال 18 بن، مدخل ال 4 بن، مدخل ال 8 بن. انت بتوصل المذر بورد بال 18 بن، وبتوصل كارت الشاشه بال 8 بن وال 6 بن. فانت لما بتحط الحاجات دي هي بقى الكهرباء، هو بقى يجي له بقى كهرباء البيت، الكهرباء اللي طالعه من الحيطه. بعد كده هو بقى ينظم، هو بقى جواه بقى يشوف بقى ده انت عايز كام. عايز مثلا 100، اتفضل يا عم ال 100 واط بتوعك. الرامات عايزه كام؟ عايزه مثلا 50، اتفضلي ال 50 واط بتوعك. فعشان كده بقى لو الباور سبلاي ده نوعه مش نضيف او صيني، او في انواع بتيجي في الكيسات الاستيراد بتكون تعبانه قوي والواطات بتاعتها قليله، ممكن الباور سبلاي ده هو يفرقع منك اصلا، لان هو مش هيعرف يدي كل قطعه اللي هو عايزه. واحتمال لو فرقع كمان يفرقع القطع اللي معاه جوه. يعني باور سبلاي ده زي راس الشاحن بس بالظبط كده. بالظبط. انا دلوقتي لو شلت الباور سبلاي اللي عندي وجيت من غير معلش. لا هو من غيره مش هيفتح، من غيره يعني مثلا انا دلوقتي انا يعني وحضرتك بعد كده تخلينا نعرف نعمل ألعاب. بص، حتة إن إحنا نعمل ألعاب والبرمجة دي مش هناخدها دلوقتي، إحنا هناخدها بالبلوك بيز. بس دي بلوك بيز بروجرامنج، ده برنامج هناخده مش دلوقتي لسه، ما إن شاء الله يعني نعرف البيزك بتاع الكمبيوتر نبقى نبدأ ناخدها إن شاء الله. ماشي إن شاء الله.
أستاذ محمد أنت المايك عندك شغال، مقفول قصدي. كده طيب تمام. تمام كده. سامعني كده؟ يا محمد كده المايك شغال. تمام. دي المذر بورد وهي متوصله بالسي بي يو. بصي لو جيتوا لقيته كده طالع من السي بي يو، الوصلات اللي بتوصل في المذر بورد بالسي بي يو بقى نفسه بيبقى فيه كابل بيوصل للحيطه. الكابل ده بقى يجيب الكهرباء للسي بي يو، السي بي يو بقى يقعد بقى كده ويظبط الوصله دي اللي رايحه للرامات. عايزه مني كام واط؟ عايزه مثلا 50، اتفضل ال 50 بتوعها يوصلوا لها. مثلا التاني ده هيتوصل لليو اس بي سي، فاتفضل الرامات اتفضل الوطات اللي انت عايزها ليك. لو احنا بقى شلنا الوصلات دي، اول حاجه اصلا مش هيبقى فيه طريقه ان احنا نوصل بيها المذر بورد على طول بالحيطه، لان هي مش طالع منها اسلاك نقدر نوصلها بالحيطه. انما السي بي يو بيبقى في مدخل كده، فين الصوره اهو. المدخل ده الثلاث سنون ده بيبقى فيه كابل بتوصله بالباور سبلاي وبالحيطه عشان يوصل له الكهرباء. هو بقى ياخد الكهرباء يشوف هو محتاجها، كل واحد محتاج ايه. من غيره اصلا مش هنعرف نوصل الجهاز ولا بالحيطه. ولو في طريقه الجهاز هيفرقع، لان مش هيتنظم الكهرباء اللي رايحه له. بس حاجه تاني؟ حد مش فاهم حاجه تاني؟ تمام، نعيد بس من الأول علشان شاهد قالت إن هي دخلت متأخر. زي ما قلنا إحنا النهاردة كنا هنتكلم عن الهاردوير والسوفت وير، ده هنبدأ بيه وبعد كده إن شاء الله هنبدأ نتعمق واحدة واحدة. حلو. يعني إيه تاني الهاردوير من الأول؟ الهاردوير الحاجات اللي أنت بتعرف تمسكها بإيدك وتشوفها بعينيك. أنت دلوقتي ماسك الموبايل بتشوفني منه، أو ماسك الفريم أو البلاستيك الخارجي للموبايل وبتشوفني منه، ده اسمه هاردوير. انما السوفت وير دي حته تانية هنشرحها بعدين مش دلوقتي في الحصه، بس مش دلوقتي. عندنا اجزاء هاردوير بتكون جوه الكيسه واجزاء بتكون بره الكيسه. جوه الكيسه عندك زي المعالج، زي الرامات، زي المذر بورد، زي الباور سبلاي، زي كارت الشاشه. خارجيه زي اللي انتوا شايفينها في الصوره التانية دي، الشاشه، الماوس، الكيبورد، السماعات، الكام، المايك، كل ده يعتبر من الهاردوير. قلنا ده شكل المعالج، ويعتبر إن هو عقل الجهاز أو مخ الجهاز. كل ما قوته بتعرف، أيوه بالظبط، الهاردوير بتعرف تمسكه، بتعرف تشوفه بعينك. قلنا المعالج هو مخ الكمبيوتر أو عقل الكمبيوتر. الرامات قلنا هي الرامات هي اسمها الذاكرة العشوائية. هي تعتبر عاملة زي، هتقدر ما قلتلكوش، تعتبر عاملة زي المساحة اللي بنخزن. يعني مثلا أنا عندي مثلا مساحة الموبايل مثلا 128، انا مخزن فيها البرامج بتاعتي والحاجات بتاعتي والصور بتاعتي وكده. الرامات برضه بيتخزن فيها البيانات. يعني مثلا انا زي ما قلنا لشاهد، انت فتحت برنامج ووقفتي في حته معينه، هو بقى يتخزن في الرامات. هو وقف هنا، فانا هستنى لحد ما يرجع لي تاني واوصله هنا. بس اول لما تقفلي الموبايل او تقفلي البرنامج، الرامات دي يعني هي تعتبر اسمها ذاكرة تخزين عشوائية، بس ما بيخزنش. يعني التخزين فيها بينتهي أو بيختفي أول ما تقفلي الجهاز. لو نزلنا تحت زي التخزين، مؤقت يعني؟ إيه؟ تخزين مؤقت؟ أيوه بالظبط، تخزين مؤقت.